صباح مساء سعيد، والنهارده الاثنين السعيد معاكم احمد السعيد. يعني يا نهار ابيض انا متضايق. النيو لوك اللي انتوا شايفينه ده حر والله مش اكتر. يعني حسيت ان الجو هيبقى احلى لو حلقت دقني من حاجه كده عايز اتكلم معاكم فيها. انا اتقفل التيك توك بتاعي اللي واخد علامه إيه؟ مين ده؟ انا كان عندي تيك توك متوثق انتوا عارفينه اللي بتعملوا لي عليه منشن. ما تقلقوش يعني في حل، لا تفتكروا فيديوهات المنشن هتختفي، استنوا بس. لان انا باخد فيديوز من يوتيوب اروح حاططها على تيك توك، ده لاننا بنعمل ريبراندنج اللي احنا بنسوق لنفسنا على كل المنصات يعني. فلقيت الكوميدي بقى في ايه؟ تيك توك قفل الاكونت خالص، قال لي ان انا مخالف للمعايير بتاعه تيك توك، معايير تيك توك، ان المحتوى ده مش مناسب لكل الفئات. قبل ما يجي لي الرساله دي انا معدي على 4 فيديوهات كفيل ان هم يدخلوني النار. انت مش بتختار الفيديوهات، هي بتيجي في وشك. فمعايير يا ابو معايير. بس عملت تيك توك جديد لاجلكم عشان تعرفوا تمنشنوني هناك. هو اسمه بيرجو بس قبله حط اتس اتس بيرجو، هتلاقوه تحت في الديسكربشن. فالاول مره في حياتي ان انا هفتح الفور يو من الاكونت الجديد اللي انا لسه عامله قدامكم، وعايزين نشوف معايير التيك توك اللي انا خالفتها، نشوف الفيديوهات اللي المفروض اعمل زيها. حلوه قوي دي. السلام عليكم، لو سمحت كنت عاوز اشحن الباقه مربع اقل بنت على تيك توك، اقل بنت تحت سن ال 18 على تيك توك ده مبدئيا 150 بتاعت الفليكسات. وعليكم السلام حضرتك، معاكي بالو مصر مدير عام كشك ظهر الغلابه. حضرتك اتصالات ولا فودافون؟ فودافون حضرتك. مش ما هو باين على شعرها اهو فودافون. انا ممكن اخد من وقت حضرتك دقيقه بس يا فندم؟ اتفضل حضرتك. انا اللي قاهرني ان الفيديو ده متصور بايفون. الناس دي ما شاء الله عندهم الامكانيات الكافيه ان هم يعملوا فيلم اصلا. هو انت ليه حضرتك بتعملي الباقه ام 450 ما تعمليش ام 100 جنيه اوفر لك واحسن لك في يا اسطى ما تاكل عيش. الرصيد؟ لا عادي، اصل الباقه ام 100 جنيه بتخلص بسرعه، اما 450 جنيه بتقعد معايا شويه. حضرتك هو انت بتستخدمي ايه؟ الباقه ام 450 بتطول معاكي شويه، ام 100 جنيه ما بتطولش ليه؟ وانت بتعملي ايه على النت؟ انت مالك؟ العب لعبه التداول بتاعت البورصه عشان اكسب فلوس. يبقى الكلام على ادمان بقى. ايه ادمان؟ تحترم نفسك. وانت عامله باقه كبيره ب 450 على اساس ايه؟ عشان افتح اللعبه والعبها في اي وقت. يبقى الكلام على ادمان. وانت بتفتحي اللعبه ليه وعايزه تلعبها ليه؟ عشان اكسب فلوس. انت محتاجه حاجه؟ شكلك بنت عرس اهو ولابسه لبس حلو يعني غالي وبتاع. انت الحمد لله انت بنت اصول وابوك بيصرف عليك ومش مخليك ان انت محتاجه لحد. الكلام على ادمان، ما انت عارف. ايوه، هو مامتي وبابايا مش مخليني محتاجه حاجه، بس انا بلعبها عشان اتسلى. بالله عليكي كده وحياه امك وحياه ابوك، كل مدى بتشحني ب 450 رصيد، وطبعا بتجيبي فلوس مصر تحولها دولارات عشان تعرفي تتداولي وتلعبي لعبه البورصه دي اللي هم بيضحكوا عليكم وفاهمينك اللي هو. انا حاسك مثقف يعني. انا فاهمك عامه، وفاهم ان انت عايز توصل رساله. انا عارف يعني ده منيري، فرع تبع منيري. فانا تمام معاك في اللي انت بتقوله وان شاء الله خير. النهارده محدش قال لي كل سنه وانت طيب. يا عم عادي يا عم، مش فارقه والله، ولا يفرق معاك. يلا مش مهم، بلاش الاتنشن. انا اصلا عيد ميلادي مش النهارده. يا عم ابوس ايدك. مش عايز اضحك يا جدان والله. ده احلى واحد على التيك توك والله. هو يا اسطى انت جميل. قرص طريه طعمها تحفه، مش هتبطوا وربنا على دقيق، كيس خميرة فورية، معلقتين سمسم، معلقتين سكر، شوية البركة، هنجيب خطة. انت يا اسطى لحظات. شوية البركة هنجيب خطة ونسيبها لمدة ساعة تخمر. ماشي. بعد كده خلاص بعد ساعة سيبنا ساعة هنبططها. يعني انا هسيبها ساعة وابططها ولا ابططها واسيبها ساعة؟ كور اصلا. خلاص كده بطلنا كور هنفردها. ايه يا اسطى بقى، ابوس ايدك والنبي. خلاص كده بطلنا كور هنفردها. حاضر كما تشاء. كده الصينية مخدتش الا 3. ايه رأيكم في 3 مين؟ الصينية ما خدتش غير الصينية مخدتش الا 3. سلامة النظر يا حسن، دول 4. ايه رأيكم في شكلها؟ شكلها ايه يا اسطى؟ شكلها يعني دي قرصة طرية. السمك البطي ده نوع جديد اكيد، ده نوع احنا لا ندري عنه شيء، بخلطة حارة ومشطشطة. هنجيب التمليحة بتاعت السمك. خلاص كده هنحط التمليحة في السمك في ال3. ده أول سمكة، تاني سمكة نحط فيها التمليحة، بعد كده تالت سمكة نحط فيها التمليحة، ونجيب ليمونة كاملة
نعصرها ونسيبه في التتبيلة لمدة ساعة كاملة، وبعد ساعة نقوم جايبين شوية. انا ملاحظ ان انت حابب قوي ان انت تخلينا نقعد ساعه، اي حاجه نقعد ساعه. ازاي تخش الحمام؟ قبل ما تخش الحمام اقعد ساعه. دقيق، بعدين طب دقيق ونجيب السمك. يا اسطى هو انت كويس؟ انزل معاك واحد دلوقتي والباقي اوريهولكم بعد ما انزل بيه. بس كده نزلت بالواحدة، بس كده عملتهم، عملت التلات. اكون بسخان زيت قوي. هو ده زيت يا اسطى ولا ميه زباله؟ انزل بواحده وكان انزل بالتلاتة. رايكم في الشكل؟ لايك ايه رايكم في الشكل ايه يا اسطى؟ ايه رايك في شكلي؟ رايك في لما حلقت الدقن انفع يجي مني؟ قولي طريقه عمل تحديد الدقن يعني لما تطلع لي ان شاء الله تاني. قولي اي حاجه بس ما تعمليش سمك بطي تاني خالص. بلاش غير ويبليني يا دنيا. الله على الفيديوهات دي. قبل ما انام بقى كده بروح قاعد انا ما كانش قصدي دي خالص، مش قصدي دي والله. ودني 010 4 وحايد 02. يا جماعه دي بتاكل الكرياتين. في كده ابدا لسه جاي من الجيم. انا بره عني الكلام ده، انا ما بروحش جيم. ما تعرفوش تتعاملوا على حس ناس كتير اتعاونوا بيشمشموا على اللي هيدعمهم. لا دي تقول لها ايه يا بطل بجد؟ 5 أسماء من ال10 المبشرين بالجنة. أحمد، واحد اسمه علي أبو مسعد. علي أبو مسعد ده رجولة يعني. علي وسط مظبوط الراجل ده يعني. و محمد أشرف. محمد أشرف ده رجولة. الراجل ده تنزل تسأل عليه في أي حتة. جدع جدع وصاحب صاحبه وبيقف جنب أخوه. مين الأسماء دي؟ أسماء إيه دي؟ والراجل اللي جاي هناك ده منهم برضه، مشرف نفسه بنفسه. حدانا من العزبة. حدانا من العزبة دول ال5 المبشرين دول ال5 المظبوطين. عزبة إيه؟ عزبة الخليل. دول مبشرين بالجنة يعني. بيقول لك مره حلاق محشش الدنيا مخبطه معاه وما عندوش زباين ومحدش بيحلق عنده الدنيا بايظه معاه. فالمهم قال لك بقى ايه ساعه الظهريه والجو حر اروح اشتري بطيخه. المهم اشترى بطيخه لها قرعه، راح بص لها كده قال لها حتى انت بتحلقي بره. بيضاني ياما، بيضاني الفتة بتتعمل بلحمة ضاني وعيش ناشف. اهي لحمة ضاني وعيش ناشف. دي الفتة اما فتة اللي بتتعمل بلحمة شمبري. الفتة ليها اصولها اما. الحرام من دين الاسعار جوه عايزه واحد تاجر مخدرات. طب ما انت امال انت ايه؟ يلا تاكسي. واحد تاجر حشيش. طب ما احنا في بيتها يعني. واحد تاجر عمله. طب ما يعني ما ايه عشان يعرف يجيب الاسعار اللي جوه. التيشيرتات ب 600 و 700 1000. ليه يا التيشيرتايه بتتكلم لوحديها. انا لا. هو ايه ده؟ ده ممكن اعزف بالكلاكس بتاع العربية وهطلع نغمة احلى من كده. ايه ده؟ انا اتحركت لهم، انا اتحركت يعني انا حسيت بالاحراج. سفلها دلوقتي انا مكسوف لكم انتوا الاتنين.
انا مكسوف لك جدا. لو بتخاف ما تكملش الفيديو ده للاخر. اختار اي حاجه من الثلاثه اللي تحت دول وانا اعرف انت اخترت ايه وهجيبهولك دلوقتي وهقرا افكارك. فرخ. يلا بسرعه اختار اي حيوان من الثلاثه اللي تحت. فرخ. يلا. فرخ. اخترت؟ فرخ. اخترت؟ فرخ. حلو قوي. انا عرفت ايه انت اخترت ايه وقريت افكارك وعقلك دلوقتي. قول لي. بس قبل ما اقول لك انا دي لي فتره كبيره جدا ما بطلعش اكسبلور. عايزك تدوس على الشاشه مرتين اهو وتدوس على الزائد اللي تحت صورتي ده اهو. دوست خلاص. كويس جدا. كويس. عايزك بقى تقولي الحاجه اللي انت اخترتها في عقلك كده وتكررها في سرك. فرخ. قولها كده. قولها وانا هسمعك. فرخ. قول. فرخ. 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 80% اختاروا فرخ. قطه. سامعك. وال 20% التانيين اختاروا فرخ. استنى ما تضحكش. عارف. فرخ. كلب. سلام ايه يا ابني؟ سلام ايه ده؟ انا عملت لك لايك واعجاب ودوست على زر الزائد اللي تحت صورتك وفي الاخر قلتها غلط. 7 زائد 2 كام؟ 9. 9 صح؟ حلو قوي. حلو قوي ده. حلوه قوي دي. سيبك من الرساله اللي جات لك دي وركز معايا. طب 4 زائد 5 يبقوا كام؟ 9. 9 برضو. حلو قوي قوي قوي. طب وانت عينك في عيني فكر في اي رقم ما بين الخمسة وما بين ال 12. 11. يعني رقم تحت ال 12 ورقم فوق الخمسة. 11. فكر في اي رقم ما بينهم. 11. وانا اعرف تفكرت في انهي رقم وهقول لك عليه دلوقتي. 11. وهقرا افكارك. 11. يلا بسرعه فكر. 11. انت اخترت. ايوه 11. 11. 7. يا عم ارحمني بقى. في واحد هنا بيضحك بيقول لك انا ما اخترتش 7. انا اللي بضحك. انت اخترت 9. ده انت فاشل لوزر. حلوه قوي دي. اخويا جاي لنا منين؟ خصوص يا صاحبي. جاينا من خصوص على المطروشات والمقتولات واحنا بتوع الحركات. انا ابو جلابيه اللي ما بشوفش ومش هشوف واعيش ما بشوفش الا نفسي واهلي. ما بشوفش الا شغلي. وانا رقم واحد وبقول لي 27 محافظه ابو جلابيه المطرشه من المطرع الفجر القادر. انا المطروش. انا واهلي وعيلتي وبلدي الزاويه. انا بقول بلدنا الزاويه بالممنوعات اللي انا بمسكها في ايدي. انا بتحدى اي حد في مصر. انا بغامر يا بلد وبموت بقالي 21 سنه. انا ليه بحس ان الافريقي يا جدعان من كتر ما هو بيغامر وبيموت بقاله 21 سنه في المجال، ليه حاسه ان هو مثلا سافر بعيد قوي، طلع جبل بالجلابيه اللي لابسها وقعد يطلع، وطلع على جبل المطروشات كتير وفضل يمشي لحد ما دخل على جبل الممنوعات وفضل يطلع لحد ما في شويه رمل نزلوا على وشه وما بقاش يشوف، فبقى ابو جلابيه اللي ما بيشوف لحد ما طلع على قمه الجبل، جاب الممنوعات على الكتف ده والمطروشات على الكتف ده وجالنا عشان يلبسنا ويدلعنا. يا جدعان الف سلامة عليك ان شاء الله عدوينك. وعيش وفخفخ. انا حكايتي على الله ان شاء الله يا بلد. يا بلد بنت. انا جو وانا كيمو. النهارده هنسال الناس ايه اكتر موقف محرج حصل لكم. مبدئيا كده دول الفئه اللي اي سي اللي بيسافروا امريكا زي اكنها راس البر، السنس اوف هيومر عندهم ضايع ما بيضحكوش، وهاكد لك ده. ايه موقف محرج حصل لك؟ كنت في اسانسير مره في امريكا، بعدين كنت بعلم امريكا عيال اجانب بيقولوا احا. المهم ان وانا بعلمهم اكتشفت ان مامة صاحبه اخويا كانت واقفه ورايا، بس ما كانتش باينه من الناس وبتاع. بس ايه موقف محرج حصل لكم؟ كنت بذاكر من اسبوع في اللايبرري. بتذاكر من اسبوع في اللايبرري. جاي عايزه اشحن موبايلي فمش ملاحظه ان في بنت قاعده هنا بتستخدم الكمبيوتر. شلت لها مفيش عندي الكمبيوتر. حطيت شحني وهي بصت مش حطيت الفيشن. انا الصراحه هو ده الموقف المحرج بتاعي. احمد اهو بص ده شكله ابن بلد وعاقل. بص بقى شوف اكتر ما ده هيبقى موقف محرج بجد، اللي هو انا قاعد في الميكروباص واحده قعدت على حجري. اكتر موقف محرج حصل لي كنت انا وواحد صاحبي واخوه كنا في الجيم وبتاع، دخلنا اللوكر عشان نغير وبتاع، كنا على بقى فقاعدين بنغسل ايدينا وشنا وبتاع، فصاحبي بيقول لاخوه بيقول انا في الحمام اللي في النص، قال له طب ماشي، فجمعنا مناديل وبتاع بليناهم كده. انا كنت بقول عليك راجل عاقل وبتاع، بليته مناديله ماشي. دفناهم يعني مره واحده لقينا شتايم بقى وصوت اصلا مرعب، فانا وصاحبي بصينا لبعض كده صدمنا كده، نوطي نبص يعني بنحاول نشوف ده صاحبي ولا لا، لقينا راجل كده، لقينا جزمه حمراء، مفيش غير اقسم بالله اكبر راجل في الجيم هو اللي بيلبس الجزمه دي.
وهو مرعب يا جدعان وقرا وبتاع، فكنا كده وناكل تراب اليوم ده. فجرينا، المهم انا جريت يعني. انت بص المذيع وهو بيسمع بيسلك وهو مش فاهم اي حاجه، انا نفسي مش فاهم اي حاجه، بس هو قشطه بيبص بيرقص. فجرينا، المهم انا جريت يعني. انا كنت بخلص تمرين رحت اتمرنت تاني، عملت نفسي بقول لك ايه، انا مش انت ايه الرغي يا نهار اسود، ايه ده هيرقص تاني. بص انت بتسلك قوي، انت بتسلك قوي. مذيع ما عندكوش حس فكاهي ب3 جنيه. فريدة، ايه اكتر موقف محرج حصل لك في حياتك؟ مرة دخلت حمام الولاد ولقيت واحد بيبي في وشي. بجد؟ دخلت حمام الولاد ولقيت واحد بيعمل بيبي في وشك؟ انا كنت فاكر اخش الاقيه بيذاكر مثلا في الحمام. عملت ايه؟ هو ايه اللي عملت ايه؟ هو ايه السؤال ده يا ابني؟ داخله حمام ولاد لقيت واحد بيعمل بيبي في وشها، هتعمل ايه؟ هتروح تديله راحت اديته مناديل. مستني تسمع ايه؟ ما هي مشيت تاني رجعت. لا تجري بس انك جمعت يعني. وهو برضه بص الرقصه اللي هو بص هو بيجاوب كده. جو ستوب يا ابني، هو ايه ده؟ اغرب لقاء شفته في حياتي ان واحد يعني مذيع في البسين مع الناس. ايه ده؟ شباب، ايه اكتر حاجه بتحبوها في الساحل؟ البول بالليل. ايه المضحك في اللي هي قالته؟ زي ما احنا عاملين دلوقتي. وده مش بالليل يحوى. هاي، النهارده معايا نعمان. جالك ايديا البراند بتاعت فيجا منين وكده؟ جالك براند وكده. هو ليه في ناس كتير قوي شبه نعمان ده؟ ليه في ناس كتير قوي بتلبس نفس اللبس ده وبشوفهم كتير قوي؟ بتاعت فيجا منين وكده؟ بص، قصدك ايدية الاسم ولا ازاي افتح براند؟ لا، ايدية البراند نفسها ازاي تفتحها؟ ايدية البراند انا الصراحه كنت قاعد انا واحد صاحبي، بعديها عرض عليا الفكره فقلت يلا يعني. يلا يعني انا قلت هيروي قصه. راجل عمل براند يا جدعان، عمل ماركه تجاريه. المفروض ان لما واحد يساله جبت الفكره منين هيقول انا كنت قاعد الساعه 12 بالليل بشرب فنجان القهوه في البلكونه فسمعت صوت اغنيه بتقول ايه فرحت رابط ايه. لا، هو واحد صاحبي قال لي على اسمها قلت له يلا ندوس، يلا ماشي بابي هيدينا الفلوس هنعملها. بتجيب الديزاينز والايديا، يعني الديزاينز والايدياز الجديده منين بقى؟ بسرقها من جوجل. ولو حد هيبتدي براند في الايام دي تحب تديله تيبس ايه يعني؟ بص انت لو هتبتدي براند في الايام دي، دلوقتي البراندز بقت كتيره فاهم، فانت لازم تعمل حاجه جديده، لازم تعمل حاجه ما حدش عملها قبل كده، زي ان انت تبيع هوديز. دي فكره جديده ما حدش عملها. وانت جاي النهارده شبكه تشتري من براندز ايه وكده؟ لا، انا جاي اشتري نضاره VR اللي انا لابسها دلوقتي وانا بكلمك. وقف، ابتسم. ايوه كده، ايوه كده، ما تحرمناش من الابتسامه دي. ابتسم تاني. ايوه بقى، ويلا بقى، والجيبه ضيقه والسوسته معلقه. اوكي كفايه خلاص، ما تبتسمش. دول هتقول ايه للشباب اللي لسه ما عملوش فورمه الساحل لحد دلوقتي؟ والله بمناسبه ان احنا في 2023 وانا ضد الفات شيمينج، بس برضه يا شباب يعني المايو مهم وهيبقى شكلك وحش قوي على البحر. والله يعني الموضوع ما فين قصه يعني مش عارف. Hey guys, get ready with us. Okay, so now I'm gonna put toner. شفتوا الناس بتوع الجيت ريدي ويز مي عملتوا ايه في بناتنا؟ عاجبكم اللي بيحصل ده؟ انا حطيت ايام عشان شعري يعيش. Oh my god. Next I'm gonna curl my lashes and put some mascara. يا نهار أبيض. Next I'm gonna use the milk makeup. قشطة عادي يعني. Next I'm gonna use the highlighter. Okay, so now I'm gonna curl I curled my lashes. انا بس يعني انا بحط صوتي مع البنت اللي في النص دي، يعني هي بتحاول تشارك معاكم تفيت ان معاكم، بس انتوا مش مدين لها فرصه، فارجوكم حاولوا تطلعوها معاكم. I'm gonna curl my lashes and I'm gonna leave right now cause كفايه لحد كده في الفور يو. هستنى من شنكو الفيديو اللي جاي، انتوا اللي هتتحكموا في الفيديو اللي جاي. وداعا للاكونت بتاعي اللي كان متوثق، اللي كان عامل لنا يعني وسط التيك توكرز. تلاقوا اللينك بتاع التيك توك الجديد في الديسكربشن، ما تنساش تيجي لي هناك وتعمل لي منشن. عندي حاجه اسمها الحمد لله.